حصل الطالب باسم أحمد فتح الله الملقب بدحيح الأقصر على نسبة 74% في نتيجة الثانوية العامة بعد تصدره الترند على منصات التواصل الاجتماعي لكثرة ظهوره بعد وقبل الامتحانات. أكد دحيح الأقصر أن رغم التحديات النفسية والضغوط الدراسية التي مر بها خلال العام، إلى أنه وصل جهوده في الجمع بين الدراسة والأنشطة المجتمعية، وهو ما جعله محط اهتمام واسع من الشباب والمتابعين في صعيد مصر. قال دحيح الأقصر للوطن بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة اليوم: الحمد لله على كل حال، وكنت أستحق أكتر من كده، لكن دي إرادة ربنا وأنا راضي بيها، ولسه المشوار طويل واللي جاي أحسن إن شاء الله. باسم من الوجوه الشابة في محافظة الأقصر، وشارك في مبادرات تطوعية ومجتمعية بجانب نشاطه الإعلامي.